أريد تقييمك للمشهد يوم أمس في قصر المؤتمرات. والله المشهد يعني هو محزن، ويظهر لي اللي كان الحاضر الغائب هو بن علي، يعني لأن حلفاء بن علي كانوا موجودين غادي. يعني أنا شعرت كثير من الحزن، لأن سالت دماء الشهداء، هناك جرحى عدة مئات، وننتهي يعني بعد 2.5 إلى ذلك المشهد المخزي. تابعت الكلمات يعني التدخلات، خاصة بالجانب الرباعي. عميد محامين يحيي الحضور باسم المحاماة التقدمية. رئيس الرابطة يعني استكثر أنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، معناها مباشرة يحيي في صديقه حسين العباسي، حتى رئيس الدولة ما بداش بتحيته. يعني ثم تشعر حديثه عن الحمار والحوار وخلط هذا في ذهنه، فهمتني. كنا نتصور الثورة تطرح مفاهيم جديدة، ونمر إلى إعادة بناء نظام يكفل يعني العيش الكريم لهذا الشعب اللي عانى. كنا نطلب إصلاح التربية، إصلاح القضاء، إصلاح المنظومة الأمنية. كنا نحلم الحقيقة ونتطلع إلى ذلك. يعني جلسة موضوعها شنو هو؟ يعني خارطة الطريق. معروفة المصطلحات هذه كلها، راهي مصطلحات أولا هي في القاموس السياسي نتاع الهزيمة العربية. فهمت؟ خارطة الطريق اللي كانت باش تجيب دولة فلسطينية لتو نستناو فيها 2005 قالوا. وشنو هي خارطة الطريق؟ يعني دون مضامين، ثم حتى مضمون يعني بعلاقة بالثورة. هي كلها محطات والغاء لنتائج الانتخابات أو تصفية نتائج الانتخابات. هذا اللي حبوه حلفاء بن علي اللي تحكي عليه. طبعا هو شوف، هو يعني أنا نجم نقول إنه صباط الحمار، يعني لأنه صباط الظلام هو اللي أعطاه جيل السبسي يعني هم قاموا، مش يفيد لك يعني السلطة نتاعهم كلها قاموها بالغصب وبالقوة وبالتصفية بالقتل وبتعاون مع فرنسا. ثم الناس مش حاضرة لكن ظلالها موجودة غادي. قوى خارجية، قوى أجنبية، فرنسا بالأساس. الويتيام ريجيمون اللي هو الفيلق الثامن هو اللي ساهم في تصفية الوسفيين، اللي هو جيش فرنساوي كان قائم في تونس. وهذا موجود في المؤلفات نتاع سي عمير الصغير، الدكتور هذا في التاريخ، ومؤلف سي بشير التركي كالكو ليمير سي لو ريكوان دو لا ريبوبليك. واليوم طبعا هي نظام بورقيبة بصباط ظلام، نظام بن علي بانقلاب، يعني ما كانش فيه يعني قوة، لكن بعد مباشرة يعني ما بطاش وجات جاء القمع، والقمع ضرب الإسلاميين واللي جاوا في الأعراض الكل زاد لمدهم، يعني فهمت. والمراد من هذه زاد الثورة أتاحت أنه ننتخبوا بصورة ديمقراطية، يعني بصورة سلمية مباشرة. يعني طبعا النتائج لم ترضي عدة قوى سواء إقليمية ولا كذلك يعني قوى دولية، إضافة إلى القوى المحلية. هذا طرف محلية. وإحنا عشنا في مصر الانقلاب، وهنا عشنا محاولة متاع انقلاب، لكن هم كانوا ينتظروا أنه خلق حالة متاع يعني فوضى داخل البلاد يمكن
تخلي الجيش ينزل، عملوا وجوله حتى دعوات يعني. هذه كلها فشلت، فما هذه فشلت. اي جاء الاتحاد الشغل، بيان سور الاتحاد الشغل هو اللي بنى نظام بورقيبه، التحالف اللي صار في مؤتمر صفاقس، وكان الجيش الفرنساوي هو اللي يحمي الخارج، لكن من الداخل الدوكرات نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل خاصه هم اللي امنوا نظام داخل المؤتمر. اعاده التحالف هذايا يعني تحت رعايه فرنسيه خلينا نقولوا، هو اللي انشأ من جديد في لكن اخطر من ذلك هو الدور اللي قام به التكتل مصطفى بن جعفر.